ياني يا كتف اللي اتكسر ياني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ميسي انت وانتر ميامي. كان يوم اسود يوم ما لعبت قدامكم. ده انا كنت نازل الملعب زي الموس. طلعت مجبس دراعي ودفعتكم فلوس. السلام عليكم يا سيمان، الف الف سلام عليك يا باشا. ان شاء الله اللي يكرهك. انا اول ما عرفت انك اتصبت وعملت عمليه خدت اول طياره طالعه على امريكا وجيتك على طول. المفروض بقى يلغوا البطوله بتاعت كاس العالم للانديه دي ويعملوها تاني بس لما انت تخف. المفروض بقى، بس هنعمل ايه؟ يلا الحمد لله، والبركه في الرجاله اللي في الاهلي، هم يكملوا المسيره بقى. بس انت يا عم تعب نفسك وجاي من اخر الدنيا وجايب ثبت مليان حاجات. ما كانش مستاهل الموضوع كل ده يا عم. برضه كده يا سي امام، ده انت الغالي ومفيش بعدك غاليين. وبعدين السبت ده لا مليان ولا حاجه، ده هو كيس جواه جايب لك فيه شويه قطن وشاش علشان العمليه وكده، وبرضه عشان تغير على الجرح عشان الحر اللي احنا فيه ده. يا عم روح اتنيل. وجاي شايل لي ثبت قد كده؟ ده انا بحسبه مليان بط وحمام وفراخ ولا حتى شويه فاكهه. رايح جايب له قطن وشاش؟ ده ما فيش اكتر منه هنا. ده انا اللي بيجي يزورني وهو ماشي بديله لفه ولا اتنين قطن وشاش. بط وحمام ايه بس يا سي امام؟ ده انا عديت بالسبت فاضي بالعافيه من مطار امريكا، لولا اني قلت لهم اني تبع الاهلي ورايح اشوف سي امام عاشور لولا سابوني. اللي بقول لك ايه، هو انت رابط ليه رقبتك كده؟ هي مش الاصابه في دراعك تقريبا؟ اصل بيني ما بينك لقيتهم هنا بيعملوا اي عمليه انت عايزها ببلاش. اصل ده عرض عاملاه المستشفى دي لاي لاعب في كاس العالم للانديه. فافتكرت ان كنت عايز اشيل اللوز فعملت العمليه. وبالمره هشد درسين. الله يسهل لك يا سي امام، عملت عمره ببلاش. بس هو الصراحه المستشفى حاجه من الاخر. ده وانا داخل ده بحسبه فندق 5 نجوم. المهم دلوقتي مش هتقدر تلعب حتى الماتش بتاع بورتو اللي هو اخر ماتش في المجموعه دي. يا عم بورتو ايه وزفت ايه بس؟ يا ابني انا عندي كسر يعني بالميت كده شهرين ثلاثه على الاقل. وبعدين انا مش عارف ايه حكايه كتف الشمال ده. مره خلع ومره كسر. مش عارف يعني ايه اخلعه واستريح منه ولا ايه بالظبط. لا يا سيماء، المشكله مش في كتفك، المشكله في بتوع الزمالك. قاعدين يجروا وينقوا عليك لما هيجيبوك الارض. المهم دلوقتي مين في الاهلي اللي هيلعب مكانك؟ ولو ان ما فيش حد يقدر يسد في الحته بتاعتك دي، وعلى راي عمرو دياب سبت فراغ كبير، ومين هياخد الكره من نص الملعب ويروح الجون ويطير؟ ليه يا عم؟ الرجاله كتير. عندك زيزو وبن رمضان وقفشه. اهم حاجه بس يركزوا وما يعملوش زي ماتش انتر ميامي. ده احنا كنا نبقى فايزين عليهم وبسكور كمان. خلاص بقى يا سئيمو، ما تفكرناش باللي حصل في الماتش الفجر ده. خلينا في اصابتك دلوقتي. وعايز اقول لك على نصيحه، لما تيجي توجع في اي ماتش يعني بعد كده ما توجعش وخلاص، اوجع صح علشان الاصابات. يعني حاول تظبط الوجع. يا عم هو انا بركن عربيه وبعدين هي بتيجي كده وخلاص والحمد لله. مش احسن ما كانت رجل اللي اتكسرت ولا حاجه؟ بعد الشر عليك يا سئيمان. طب بقول لك ايه، معلش يعني، طالما هنا العمليات ببلاش كنت يعني توجب معايا وتخليني اعمل عمليه اللحميه وانا هنا بمره يعني. لا ما خلاص، اصل انا خلصت عدد العمليات اللي مسموح بيها هنا. انا عملت 3 عمليات والجماعه عندي عملوا عمليتين حشو اسنان. اصل كل لاعب ليه 5 عمليات بس مجاني. يعني كده يا سئيمان ماشي يا سيدي براحتك. انا غلطان باجي ان انا جاي وجاي لك سبت وعامل معاك واجب. يلا سلام.